النهاردة جبت لكم وصفة سهلة وجميلة هترطب على قلبكم في الحر ده، لذيذة ومنعشة. لو عندك شوية لبن ودقيق هاتيهم يلا وتعالي نحضر الوصفة مع بعض. مع كام حركة من ايديكي كده هتعملي احلى حلا بارد يفرفشك في عز الصيف. يلا بينا وهتشوفي قد ايه الموضوع سهل والنتيجة تحفة. لو عجبكم الفيديو اتمنى تدعموني بلايك وتتابعوا القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. هنجيب حلة وهننزل فيها بنص كيلو لبن ما يعادل كوبايتين كبار من اللبن. هننزل عليهم بأربع معالق كبار من الدقيق. وصفتنا النهاردة بشوية لبن وشوية دقيق بس هنطلع أحلى حالة النهاردة. نزلت بأربع معالق كبار من الدقيق، عليهم كمان معلقتين كبار من الكاكاو البودر وأربع معالق كبار من السكر الحبيبات. والسكر بيرجع لرغبتك انتي، هتدوقيها ولو لقيتيها عايزة سكر تاني حط لها. هنبتدي ان احنا نقلب المكونات دي كلها على البارد لغاية ما الدقيق يدوب كده معايا في قلب اللبن عشان ما نشغلش النار ونلاقيه كلكع معانا واحنا بنقلبه. الاول نقلب الدقيق لغايه ما يفك معانا تماما، وبعد كده هنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا او باكت من الفانيليا. وبعد كده هنقوم مولعين النار بعد ما نتاكد ان الكاكاو والدقيق دابوا معايا تماما. ولو لقيتيها محتاجه سكر حط لها تاني سكر. هنولع بقى النار ونبتدي بقى ان احنا نقلب تقليب مستمر لغاية ما القوام بتاع المهلبية بتاعتنا النهاردة يبقى كريمي كده ويمسك نفسه ويبقى جميل. الوصفة دي من اجمل الوصفات الصيفية اللي ممكن تعمليها. هتحضريها في دقايق وهتعجب الولاد، كل اللي ياكلها من ايدك هيقولك ما شاء الله جميلة. خلاص قلبت واللبن بدأ ان هو يغلي معايا، القوام تقل معايا. هنقوم نازلين بمكعب من الزبدة ومكعب من الشوكولاتة. ودون اختياري، هيعزز معاك الطعم وهيخلي المهلبية طعم الشوكولاتة فيها أجمل. ممكن تحطي معلقة قشطة لو حابة. كل الخامات دي بتعزز الطعم وبتزود من يعني بتزود من حلاوة المهلبية. خلاص قلبت بقى الزبدة والشوكولاتة ساحوا. طبعا في الوقت ده نكون طافيين النار، يعني نضيف الزبدة والشوكولاتة ونقوم طافيين النار ونفضل نقلب لغاية ما الشوكولاتة معايا والزبدة يسيحوا. هنقوم جايبين بقى ايه القالب اللي هننزل فيه الخليط بتاعنا. قالب زجاج عادي او اي صينيه انت حباها او بوله. هتقومي نازله بقى بايه بمهلبيه الشوكولاته. الاول القالب مش مدهون اي حاجه. هتنزلي بالكميه المهلبيه بتاعتك وتبتدي ان انت توزعيها في القالب كويس وتركنيها على جنب. هتبرد معايا وهنقوم محضرين الطبقه التانية زي ما حضرنا الطبقه الاولى بالظبط، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. نص كيلو لبن واربع معالق دقيق، معلقتين كاكاو واربع معالق سكر. هنسيبها بقى على الرخامة تبرد عشان الوش بس يمسك نفسه كده ويعمل قشرة. هنيجي بقى نحضر الطبقة التانية. برضو هنجيب نص كيلو لبن هنزل عليه باربع معالق كبار من الدقيق. ممكن ان انتي تستبدلي الدقيق بنشا، بس هو بالدقيق طعمه جميل. ونزلت باربع معالق كمان كبار من السكر. والسكر طبعا حسب الرغبة، ممكن تزودي ممكن تنقصي حسب رغبتك. وما ننساش المعلقة الصغيرة من الفانيليا. وهنبتدي برضو ان احنا نقلب على البارد لغاية ما الدقيق يدوب معايا تماما. وبعد كده هنقوم مولعين النار. اظن مفيش اسهل ولا اجمل من كده. عاوزاكم بقى تدعموني والفيديو النهاردة يوصل لأكبر عدد كبير من حبايبنا علشان الكل يستفيد. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو كده ومشاركة بقى للفيديو عشان الكل يستفيد. هنولع النار ونفضل برضو نقلب. هنلاقي اول ما القوام يتقل معانا هنقوم نازلين برضو بمكعب زبدة ومكعبين من الشوكولاتة البيضاء. ولو انت ما عندكيش الشوكولاتة البيضاء ممكن تستغني عنها في الوصفة. ما عندكيش زبدة ممكن برضو تستغني عنها. الحاجات دي بس بتعزز الطعم شوية. هنفضل نقلب طبعا في الوقت ده طفينا النار. وهنقلب لغايه ما الشوكولاته نتاكد ان هي ساحت معانا والزبده كمان ساحت. وهنقوم نازلين على الطبقه الاولانيه اللي احنا عملناها. كل ده وانت واقفه، يعني ان ما وديناهاش التلاجة ولا حاجه، هي على الرخامه هتتماسك وهتعمل طبقه زي ما انتوا شايفين كده اللي هي تجمد شويه. هنقوم نازلين بمهلبيه البيضه وبعد كده هنقوم برضو ركنينها على جنب.
نحضر بقى الطبقة الثالثة والأخيرة. هجيب معايا كوباية لبن عادي بدرجة حرارة الغرفة أو من التلاجة اللي موجود. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من كاكاو الخام الأسباني، وهقوم نازلة كمان بأربع معالق كبار من السكر، وكمان هنقوم نازلين عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا ونص كوباية من الزيت. اظن كده تمام. وانا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان خاطر تسجلوها عندكم، ولو انت بتتابعيني من على الفيس هكتب لك المقادير في التعليقات. الوصفة سهلة وجميلة ومقاديرها موجودة في كل بيت. هو بس انت هتجيبي كيلو لبن وشوية الدقيق والسكر وهتعملي احلى حلاوة تحفة بجد. خلاص ضربت بقى صوص الشوكولاته في الخلاط، ولو لقيتي القوام خفيف ممكن تنزلي بالزيت. هو بيختلف القوام من نوع الكاكاو من نوع للتاني. ممكن لو لقيتيها خفيفه وهو شغال الخلاط كده انزلي بسرسوب برضو من الزيت من فوق لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. خلاص صوص الشوكولاته خلص. هنقوم بقى نازلين على الجمال ده كله ونوزع الصوص كده على الصينيه كلها. وما تخافيش الطبقات مش هتختلط ببعضها، لان هي الطبقه بتاعت المهلبيه بردت فعملت قشره، فالقشره دي هتبقى عازل ما بين اي طبقه والتانيه. خلاص كده وزعنا صوص الشوكولاته. هنحط بقى اي مكسرات انت حباها. انا حطيت فرماسيل بالشوكولاته، ممكن انت تضيفي جوز هند، ممكن تضيفي شوكولاته حبيبات، اي حاجه انت حباها، وممكن ما تحطيش خالص. هتدخليها بقى التلاجة في الوقت ده 3 ساعات، وبعد كده هتطلع معاكي من التلاجة بالمنظر الجميل ده. اظن مفيش حاجة اسهل ولا اجمل من كده. طبقات من الطعامة واللذاذة بجد جميلة. هتلاقي نفسك بتاكلي معلقة ورا معلقة وطعمها بجد تحفة. زي ما انتوا شايفين قد ايه كريمية وطعمها بجد خطير. اهم حاجة تمشوا بالخطوات صح والمقادير هتطلع معاكم جميلة. الصينية دي مقاس 26. اي صينية بايركس عندك هتديكي نفس النتيجة وهيطلع شكلها تحفة. ممكن تعبيها في كاسات برضو براحتك. بس انا متاكده ان انت لو عملتيها تعجبك. عاوزاكم بقى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، والوصفه بتاعت النهارده عجبتكم ولا لا. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه حبايب قلبي اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. يا رب اللي يحط لي بقى لايك على وصفه النهارده يحقق كل اللي بيتمناه. منشن بقى لصاحبتك واختك ومشاركه للفيديو علشان الكل يستفيد. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.